عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا ان معاكم النهاردة. انا عايزاكي تصحصحي معايا جدا وعايزة حضرتك تصحصح معايا جدا برضو، لان الرسالة النهاردة قوية جدا. لو كل واحد خد من مضمون الرسالة هيعرف ان الحياة الزوجية انا هلخصها دلوقتي. تمام. رسالة الاول للبنات عنوانها من لو مش هتقدري. تمام، ركزوا معايا في الكلام قوي. لو مش هتقدري فعلا تضحي وتيجي على نفسك عشان شريك حياتك مش هتتجوزي. لو مش هتقدري تقومي في عز الليل تطمني عليه وتقومي بدري تفطريه بمعنى صح يعني تصحي من احلى نوم علشان تبقي معاه مش هتجوزي. لو مش هتقدري تتحملي مسؤولية بيت بالكامل وما تديش فرصة ان حد يعدل عليكي مش هتجوزي. لو مش هتقدري تخلي حياتك قايمة على طاعة الله انت وجوزك بحبكم توصلوا للجنة، مش تدنك في الدنيا بس، توصلوا للجنة مش هتجوزي. لو مش هتقدري تتحملي شريك حياتك في عز غضبه وتمتصي غضبه وتسكتي وتشيلي همه مش تتجوزي. لو مش هتقدري تشيلي مسؤولية طفل تربيه تربية سليمة صحيحة، لان مفيش عاد فيه تربية اصلا في الزمن ده، مش تتجوزي. لو مش هتقدري تهتمي بنفسك كل يوم زي يوم الفرح وتبقي قمر على طول مش تتجوزي. لو مش هتقدري تتكيفي على عيوب شريك حياتك وتحبي العيوب اللي انت اصلا اخترتيها فيه مش تتجوزي. لو مش هتقدري تغيريه وتشجعيه وتديله معنى صح القدرة انه يكمل وتساعديه على النجاح وتقفي جنبه في ازماته وتحسسيه انك فعلا جنبه في كل وقت مش تتجوزي. لو مش هتقدري تحافظي على اسرار بيتك وان محدش يعرف عنكم حاجة سواء من اهلك او من اهله مش تتجوزي. ومن حق ولا اصحابك، مش عشان اصحابك دي تبع الاغراب، مش تتجوزي. لو مش هتقدري فعلا تقدري معنى كلمة حب واحترام في العلاقة بين شريك حياتك مش تتجوزي. مش تتجوزي لان الجواز مش يوم واحد فرح ونكد بقية العمر. مش تتجوزي لان الجواز مش صورة وفستان فرح وبدلة. مش تتجوزي لانك هتخلي الكل يحسدك يوم وبعديها هيشفق عليكي بقية العمر. مش تتجوزي عشان رقصة سلوت عندي بقى اصحابك وتندمي عليها طول العمر بعد كده. مش تتجوزي عشان القاعة كبيرة تتفخري بيها قدام الناس وبعد كده تعيشي حياة من أتعس الحياة بعد كده. مش تتجوزي عشان الحب، عشان الجواز مش حب رومانسية بس، الجواز مشاكل وعقبات هتعدي بيها. لو مش بقيتي جامدة فعلا واخترتي البني آدم الصح مش تتجوزي. الجواز مش شهر عسل وبقيت العمر حزن ومشاكل وقرف وعدم توافق. الجواز حياة أخرى مع حد غريب عنك. لو مش هتختاري فعلا البني آدم صح مش تتجوزي. لو مش هتبقي قد اختيارك وتشيلي المسؤوليه اللي انت اخترتيها ونتائجها مش تتجوزي. خليكي قاعده جنب بابا وماما افضل، عشان مش ترجعي لهم تاني بعد فتره وتبقى حياتك كلها نكد ويبقى اسمك تحملي لقب مطلقه بلا فخر. لما تغيري في حياتك وتغيري في نفسك وتستعدي للحياه دي وتختاري كويس قوي، لان انا بقولك في الاول وفي الاخر الحياه كلها مش رومانسيه وحصان ابيض في زي في الاحلام. الحياه مشاركه في العسر واليسر. رومانسيه بس بتهون الصعاب. مش تتجوزي لو مش هتقدري تعملي الحاجات دي كلها، لان الجواز مسؤوليه كبيره. تعالى بقى يا استاذ يا محترم اللي بيتفرج عليا، اقول لك بقى ان انت تقدر تخلي شريكه حياتك دي او مراتك دبله في صباعك الصغير بتحركها. لو مش هتقدر تهتم بالبنت اللي هتتجوزها دي اهتمام كامل مش بس فلوس ولا ماديات مش هتتجوز. لو مش هتقدر تخلي لسانك دايما متعود على الكلام الطيب وشكرا وتسلم ايديكي وانتي نعمة في حياتي والكلام على طول الطيب على لسانك وعدم التقليل منها في اي حاجة بتعملها مش تتجوز. لو مش هتقدر تخليها تنجح في اي حاجة بتحبها ودايما تفتخر بيها وتشجعها اي حاجة حتى لو انجازها صغير جدا مش تتجوز. لو مش هتقدر معنى صح تكرمها وتقدرها وتحافظ عليها اكتر من بيت ابوها اللي انت اساسا جايبها منه برنسيسة وملكة، حتى لو كانت بتشتغل في بيت ابوها حاجات بسيطة بس هي ملكة وبرنسيسة. لو مش هتقدر تخليها ملكة وبرنسيسة مش تتجوز. لو مش هتقدر تتحمل مسؤولية خلفة اولاد معاها ومش تقعد تتأفف من الموضوع ولا تبعيط وتسيب لها الاوضة وتمشي والدوشة دي وتتحمل معاها مش تخلف ولا تتجوز. لو مش هتقدر دايما تفاجئها باي حاجه صغيره حتى لو مجنونه صغيره ترجعها طفله مهما كان عمركم مش تتجوز. لو مش هتقدر تحتويها وتسمعها ومش تقول انا جاي من الشغل تعبان وقرفان ومش فاضل القصص والرغي بتاعك ده، لو مش هتقدر مش تتجوز. لو مش هتقدر تتعامل معاها كانك ابوها وكل يوم تدخل عليها بشوكولاتايه صغيره او وردايه او حاجه صغيره تفرحها كأنها طفلتك الصغيرة مش تتجوز. لو مش هتقدر تخلي كرامتها من كرامتك، ولو حتى لو هي غلطت قصاد اهلك
تتعامل معاها او تعرفها غلطتها بينك وبينها وترفع منها قوي قصاد اهلك، ومش تخلي حد يجي عليها وعلى كرامتها، لان كرامتها من كرامتك. مش تتجوز لو مش هتقدر تهتم بنفسك بعد الجواز زي قبل الجواز، والستايل اللبس الشيك ومش عارفه ايه والساعه والنضاره وي، وبلاش قعده البيت واللبس البيت اللي احنا عارفينه المتزوجين كله يعني، عشان مش هدخل في التفاصيل. لو مش قدرت تهتم بلبسك اساسا وكيانك وشكلك ونظافتك بعد الجواز ما تتجوزش. لو مش هتقدر، مش كل شويه تتزعق او تتنرفز عليها بمعنى صح تسمح يعني بمعنى صح تسامح لها وتعدي ليها وتحتويها، مش تتجوز. لو مش هتقدر انك حتى تساعدها ولو يوم واحد، يوم الجمعه، ده رسولك كان شايل هم الدعوه، دعوه امه كامله، وكان بيساعد بيت اهله، بيحيك الثوب بتاعه وبيساعد اهله. لو مش هتقدر انت يوم الجمعه تساعدها باي حاجه، وسيبك من كلام اهلك وسيبك من كلام المجتمع عموما، لو مش هتقدر تقلد رسولك في حته زي دي، هي هترفعك اول حته زي دي على فكره. لو مش هتقدر ما تتجوزش. لو مش هتقدر تحافظ على بيتك واسرارك وان محدش يعرف عنك وحاجه، مش تتجوز، سواء اهلك او غيرك او صحابك. لو مش هتعرف تحجم كل واحد في حياتك، وكل واحد مش يتدخل في حياتك وما يفرضش رأيه غير بإذنك، وكل واحد له حدود في التدخل وحدود في الرأي، مش تتجوز غير لما تبقى تعمل لك شخصية. لو مش هتقدر كل فترة تجيب لها هدية من غير مناسبة، مش لازم تبقى مناسبة على فكرة، يعني هدية صغيرة ومش بقيمة الهدية ولا بمعنى صاحب الفلوس. لو مش هتقدر انها كل شوية يعني او كل مناسبة من غير مناسبة اصلا تجيب لها ولو هدية صغيرة ترجعها وتفرحها، مش تتجوز. لو مش هتقدر تصرف على بيتك من غير مساعدة اهلك، ما تتجوزش. الجواز يا باش مهندس، الجواز مسؤولية كبيرة، مش بس فلوس وماديات، مش بس انك تكون جايب لها كل حاجة ناقصة. الجواز ان روح متعلقة في روحك، محتاجة اهتمام، محتاجة تقدير، محتاجة حب، محتاجة رعاية، محتاجة كل حاجة. لو مش هتقدر معنى اصح تعمل لك شخصية كويسة وتعرف تاخد قرارك كويس بنفسك، وتعرف تمشي حياتك بمعنى صح برؤيتك انت، بقرارك انت، ممكن تستشير اللي حواليك، بس في الاخر ده قرارك، مش تتجوز. لو مش هتعمل شخصية، لو معنى صح لو مش هتخلي ودانك دي ما تسمعش غير اللي انت عايزه، ما تتجوزش. يا جماعة الرجالة في ايدهم انهم يخلوا مراتاتهم اسعد ناس او اسعد بنات في الدنيا، تخليها معنى صح عاملة زي الوردة اللي بتفتح معاك. يعني كان في دايما مقولة يعني بسمعها وبقولها، ان ضحكة مراتك بتدل عليك، طول ما هي بتضحك اعرف ان انت مظبوط. اول ما تغمها في حاجة غلط بقى فيك، يعني انت كده عكست الرؤية. اخر توصية الرسول موصي بيها قبل ما يموت، استوصوا بالنساء خيرا. يعني احنا اخر حاجة الرسول موصي بيها. لو انت بقى مش هتطبق ومش حافظ غير مثنى وثلاثة ورباع، وانك هداهن عظيم، وحافظ بعض الايات وسايب الايات وسايب القران وسايب منهج دينك ده كله، ومعامله النساء ومعامله الرسول لزوجاته وسايب ده كله وماسك في الثلاث ايات دول، لا يبقى انت بقى مش مظبوط برضو، مش مظبوط. يعني لازم تظبط نفسك، لازم تعرف ان الجوهره اللي معاك دي تقدر تخليها تلمع باسلوبك ومعاملتك والحاجات اللي انا قلتها. يا جماعه لو انت فعلا شخصيه، لو انت فعلا راجل كلمه يعني كلمه قولا وفعلا زي ما بيقولوا، هتقدر فعلا تحافظ على بيتك، هتقدر فعلا تخلي مراتك وتخلي عيالك ومراتك بيتك ده فعلا فخور بيك وبمعنى صح مبسوطين بيك. اخيرا الحياه الزوجيه جميله جدا لو انت وهي حطيتوا قواعد تمشوا عليها، تتفقوا عليها كده من اول حاجه، من اول ليله. انت بتحب ايه وانت بتحب ايه، انت بتكره ايه وهي بتكره ايه، وانت كل واحد يبعد عن اللي بيكره وبيزعل التاني. تتفقوا فعلا ان انتوا مش يبقى في حاجه بينكم اسمها خصام. فكره ان زوج يخصم زوجته او زوجه تخصم زوجها، الفكره دي يا جماعه صعبه جدا، يعني انا مش متخيلاها اساسا. الخصام ممكن يقعد مثلا 10 دقايق وتتصافوا وكل واحد يطلع اللي في قلبه وترجعوا زي ما انتوا. الحياه الزوجيه جميله جدا، بس احنا لاختياراتنا لبعض هي اللي سوقتها وهي اللي وصلتها للمرحله دي. لو احنا مشينا فعلا بديننا وكل واحد عارف دوره وعارف واجباته وماشي صح مع شريك حياته من الطرفين، مش هنوصل اللي احنا وصلنا له ان حالات طلاق بالهبل كل يوم، مش هنوصل لدي. لو كل راجل فعلا ماشي كرجولته وبيتبع دينه بالظبط، مش هتوصل ان كل شويه حد يفط في حياتك يتدخل فيها.
مش هتوصل ان انت كل شويه تتصل باهلك تاخدي راي اهلك في حاجه حصلت بينك وبين جوزك. مش هتحصل لو انت فعلا كيان وشخصيه وبنت يعتمد عليها تشيل مسؤوليه. هتعرف فعلا تحتوي جوزها ازاي، هتعرف فعلا يعني معنى صح تدير بيتها ازاي، هتعرف فعلا تعمل اللي احنا قلنا عليه ازاي. الحياه الزوجيه جميله بس احنا نختار بعض صح. الحياه الزوجيه جميله بس احنا فعلا لو عرفنا نقدر نعمل اللي انا قلته ده كله. سعيده جدا انا كنت معاكم النهارده. يا ريت، انا بحس الناس بتخاف تشير، يعني انا بحس الناس الزر المشاركه دي او شير بيخافوا عليه. نشير الفيديو وكل واحد يكتب تعليقه وتفاعلكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.